السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم معي من جديد أخواتي في قناتكم مطبخ حسناء سريف. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير، في أحوال طيبة وصحة جيدة بإذن الله. ترحب بجميع الأخوات اللي انضموا للقناة، وترحب بالأخوات اللي كانوا معي منذ بداية القناة. شكر كبير لكم بزاف بزاف على حسن المتابعة ديالكم، على تعليقكم اللي كتخليوا لي، على التشجيع ديالكم، على كلامكم الطيب. فشكرا شكرا لكم أخواتي. فكما كتلاحظوا معايا اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذه الطلبيه ديال الصابلي بريستيج اللي فيها 4 ديال البلاطوات ديال الصابلي، وفيها 4 كيلو ديال الصابلي ايضا. ان شاء الله تجربوهم بصحه وراحه وينالوا اعجابكم. ولا كنتوا اخواتي اول مره كتزوروا القناه، ما تنساوش الاشتراك فيها والضغط على الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد في القناه. وندوز دابا بالمكونات وطريقه تحضير الوصفه، فخليكم معي باذن الله. فهذا هو البخاليني اللي دائما تنخدم به في الوصفات ديالي. سبق ونزلته معكم في القناه، وتنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. فهنا كانت عندي كميه كثيره، فضربت المكونات اللي كنت خدمت معكم في جوج. هنا اللوز او البخاليني صافي راه برد، غادي نبدا ان شاء الله نكسر او نهرس في هذا اللوز هذا باش كيسهل على الماكينه على انها طحن لي هذا اللوز هذا على شكل بخاليني. فبالنسبه للبخاليني نصف الكميه، 200 غرام ديال السكر الخشن، 300 غرام ديال اللوز. كنوضعوهم فوق النار تكون منقوصه مزيان، وكنستمروا في التحريك ما نحبسوش حتى كيتلبس لينا اللوز بهذا الشكل هذا، كيولي بحال شكل النوغه. صافي مباشره كناخذوا واحد الورق ديال المطبخ، غير هو الورق ديال المطبخ يكون مستعمل، حيت الا كان الورق ديال المطبخ جديد غير يلصق لكم في اللوز. فهاد النقطة هادي ردوا لها البال مزيان، يعني نكونوا خدمنا به مثلا شي حلوة ولا شي قرص ونخدموا به نحطوا فوق البخاليني. فمني تيبرد كنبداو نكسروا في هاد البخاليني هذا صافي. بعد ما كنهرسوا هاد البخاليني هذا ولا هاد اللوز هذا كامل، نوضعوه في الطحانة اولا نديوه للعطار اللي تيطحن بحال هكا العقدة ديال اللوز ولا الهري. يعني منين نديو لهاد اللوز عند العطار ولا الهري نقول ليه يعني طحن لينا هاد اللوز هذا حتى كيولي بحال شكل املو، باش يعرف يعني كيفاش بغيتو هاد اللوز هذا يكون. فمن بعد هذا هو اللوز تطحن، ما ضفت ليه حتى شي اضافات. راه الفيديو غنخلي لكم الرابط باش ترجعوا يعني تشوفوا الطريقه ديال اللوز. فاش كنت كنعسل في اللوز غتشوفوا انني ما ضفت نهائيا حتى شي اضافات، لا زيت لا عسل لا حتى شي حاجه. اللوز والسكر اللي شفتوه على شكل النوغه هو اللي تطحن ولا بهاد الصوره هذه. صراحه كيجي بنين هاد البخاليني هذا. فمني كنضيفوه للحلويات راه كيعطيهم واحد البنه، وخاصه الصابلي اولا الغريبات بحال هكا راه كيعطيهم البنه وتيعطيهم حتى اللون. غير هو يعني خاص يتطحن مزيان هاد اللوز هذا حتى كيولي بهاد الشكل هذا. فإلا كنا نطحنوا واحد النقطه غنذكرها لكم، مثلا الا طحنا كميه من البخاليني ونزيدوا كميه اخرى ما مطحوناش على الكميه اللي طحنا، ما غتحصلش لكم نهائيا الماكينه على اللوز اللي باقي ما مطحونش. يعني نطحنوا بالكميه اولا نطحنوا كلشي دقه واحده. فانا كانت عندي كميه كثيره، غادا نوضع هاد البخاليني هذا في 2 قرعات، يعني كانت هنا 2 كيلو ديال البخاليني. ونتلاقى بكم ان شاء الله في المرحله التاليه، فخليكم معي باذن الله. فهنا كما كتلاحظوا هادو هما القرعات ديال 2 كيلو ديال البخاليني، كيكونوا بهاد الصوره هادي. البخاليني ما نوضعوش نهائيا في الثلاجه، غير على برا، فتيبقى بهاد الشكل اللي كنكونوا يعني حصلنا عليه في الاول. ونتلاقى بكم ان شاء الله اخواتي في المرحله التاليه، فخليكم معي باذن الله. بالنسبه للعجين ديال الصابلي ما شاركتوش معكم في هذا الفيديو لانني شاركته معكم عده مرات، ما بغيتش نطول عليكم الفيديو اكثر. نخلي لكم الرابط باش ترجعوا للعجين. فالعجين هنا خدمت بالعجين اللي كتكون يعني كتعطي كميه كثيره، ماشي العجين اللي خدمت معكم في الصابلي اللي حطيت مؤخرا في القناه. هنا كانت 250 غرام ديال الزبده، 2 كيسان عنبه السكر، 2 كيسان عنبه زيت، 4 ديال البيضات، 2 معالق كبار ديال الكليكوز، 3 المعالق كبار عامرين مزيان ديال البخاليني والملح، و4 ديال البيضات والطحين. فهذا هو الصابلي بعد ما طاب. فكانت عندي كميه كثيره، مازالين كاين 2 سوبيرات ديال الصابلي. هنا يعني كنت كنوجد في النوغه وكنحاول نجرب الاشكال اللي غادا نزين بهم الصابلي. فمني كيبان لي الشكل ماشي هو داك، فراه كنعاود نبدل الفكره في التزيين. نتلاقى بكم ان شاء الله في المرحله التاليه، فخليكم معي باذن الله.
فعلى بركة الله غادي نبداو بالوريدات اللي غنزين بهم الصابلي. خديت لاباط دامون، ضفت ليها الحليب المجفف وضفت ليها البخاليني وخدمتها مزيان. بديت كنشكل وريدات بهذه الصوره هذه. نحاولوا نختاروا لاباط دامون اللي كتكون يعني نقلبوا لاباط دامون كنلقاوها بحال اللي معلكه، هذيك مزيانه. لاباط دامون اللي كتكون خفيفه راه ما كتصلحش نهائيا الخدمه، لانها كتكرفس بزاف بزاف في الخدمه وما كيجيش يعني الشكل داكشي اللي بغينا. فانا لاباط دامون كناخذ ديال العبار، كتعجبني صراحة، زوينة بزاف. بالنسبة ديال العلب ما طاحتش فشي حاجة مزيانة، فهذه تناخدها واعرة بزاف في الخدمة وبنينة بزاف. وكما كتلاحظوا راه حدايا النوغا ديال اللوز، يعني كنتسنى النوغا طيب وكنخدم الوريدات باش نوجد هادشي اللي غنفيني به الصابلي كامل في دقة. عاد كنجلس كنفيني في الصابلي، فنستمر حتى نكمل الكمية اللي غادي تخصني ديال الوريدات، ونتلاقى بكم ان شاء الله في المرحلة التالية. فخليكم معايا باذن الله. بالنسبه للنوغا ديال اللوز كونكاسي سبق ونزلتها معكم، هي هذه يعني دائما النوغا المعتمده عندي واللي كنخدم معكم. غنخدم معكم نوغات اخرين باش يكون كلشي واضح. بالنسبه للوز كونكاسي سبق وخدمته معكم في القناه. فاللوز كونكاسي انا كانت عندي كميه كثيره، فالنوغا دائما اللي تنخدم معكم 50 غرام جليكوز، 50 غرام سكر، 50 غرام زبده من اصل حيواني، والمكسرات اللي بغيتو. فهنا النوغا يعني كندير هذا القياس هذا. كتاخذ ليا النوغا اللون الذهبي فقط، ما نخليوش النوغا حتى تبان لينا يعني محمره، لانها كتفوت القياس في الطياب، وبالتالي كيولي واحد الفرق ما بين النوغا وما بين لاباط ديال الصابلي. فبالنسبه للاخوات اللي كتكون عندهم طلبيات كتار، فلا بغيتو تخدموا النوغا بحال هكا تخدموها، ولكن تفرقوا ما بين الطبقات ديال النوغا. كيس بلاستيكي باش كتبقى مزيانه. هنا عندي النوغا ديال اللوز وديال الزبيب والنوغا ديال الزريعه بوحديتها. فالمكونات يعني غيتضربوا في جوج: 100 غرام زبده، 100 غرام سكر، 100 غرام جليكوز. بالنسبه للنوغا ديال الزريعه ف50 في 50 في 50، يعني جليكوز سكر وزبده من اصل حيواني. وضعت الخليط فوق النار حتى كيبان لي يعني بدات بحال الرغوه في الخليط. صافي تحيدوا مباشره الخليط من فوق النار وتوضعوا المكسرات اللي بغيتو. فملي تنخدموا هاد المكونات مزيان وكيبان واحد الانسجام ما بين المكسرات، اي نوع ديال المكسرات ولا الزريعه منسجمه، يعني هاد السائل هذا ديال الجليكوز وديال الزبده والسكر ما خصوش يبان. الا لاحظتوا هنا راه كان كيبان لي على ان كاين السائل ديال الجليكوز باين والسكر والزبده، يعني زدت الزريعه، فتيبقى يعني تبان لينا بحال هكا كتله واحده ومجموعه النوغا ومعلكه بهذا الشكل هذا. صافي راه كتكون النوغا جاهزه ومزيانه ومخيره في الخدمه. فغادا ناخذ هذا السيليكون هذا اللي كتلاحظوا معايا، وغادا نوضع فيه النوغا. فغادا نوضع هاد النوغا ايضا ديال الزبيب اللي نغسلو ونقطع الزبيب بشكل رقيق، واللوز ايفيلي. وضعت الخليط فوق النار اللي سبق وذكرت لكم حتى كيبان ليا الخليط غلى مزيان، يعني بدات كتشكلنا بحال واحد الرغوه. صافي كنحيدو الكاسرونه من فوق النار وكنوضعو المكسرات اللي عندنا، وغادا نعمر السيليكون اللي على شكل مستطيل والسيليكون اللي كتلاحظوا معايا، وندخل كل شيء يطيب في دقه واحده. عندي هنايا الزبيب او العنب المجفف. صافي وكنوضع كميه من اللوز ايفيلي حتى كتبان لي المكونات راها معلكه ومنسجمه على شكل كتله واحده. صافي كنحبس من اضافه المكسرات او اللوز ايفيلي. ممكن نضيفوا بلاصه الزبيب الفواكه معسله، او نضيفوا المشماش، نضيفوا الشريحه، فتبقى لكم الاختيار. فكنحصلوا على نوغا اللي كتكون بهذا الشكل هذا. ان شاء الله غنشارك معكم النوغا بدون فرن نزولا عند طلب الاخوات. ونبداو على بركه الله نعمروا هذا السيليكون هذا بكميه ديال الزريعه، ونوريكم مزيان باش كتجينا هاد النوغا هذه منسجمه في الشكل ديالها. من الاحسن نخدموا بيدينا باش كنتحكموا في الكميه اللي غادا نهزو ونعمروا بها هاد السيليكون هذا. بالنسبه للسيليكون فيكون نوعيه جيده، وبديت كنعمر في هاد السيليكون اللي على شكل مستطيل، هاد الصوره هذه، حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. ونتلاقى بكم ان شاء الله اخواتي في المرحله التاليه. فمني كيكون بحال هكا الطلبيات كتر نحاولوا نوجدوا هذا الشيء كامل باش كنجلسوا يعني تنفينيو كلشي الصابلي على النوضو.
فبالنسبة للصابلي اللي غادي يكون باللون الأسود أولا بالشكلاط، فعندي هنا اللوز. خديت اللوز، فسخت اللوز وقسمت اللوز على جوج، دهنت اللوز بشوية ديال الزيت، غير شوية، ودخلت اللوز الفران فجا بحال اللي مقلي. فهاد الطريقة هادي مزيانة بزاف. هذه هي التعليكة اللي كنخدم معاكم، ولا لاحظتوا التعليكة كتبان لكم على أنها ثقيلة. هنا انا رجعت التعليكه طابت، هاد الكميه ديال التعليكه رجعتها زادت فوق النار طياب باش تولي ليا بحال هكا على شكل كراميل، باش ما تسيحش ليا من الصابلي وانا كنفيني في الصابلي. فلاحظوا معايا بحال مثلا الا كنا نصايبوا التعليكه وقع لينا هذا المشكل بحال هكا، يعني فاتت في الطياب. هذه هي النقطه اللي كنت كنقول لكم، الا فاتت التعليكه في الطياب ولات بحال هكا، غادي نزيدوا العسل باش كترجع لنا في القوام اولا الكثافه اللي بغينا. فانا هنا لا بغيتها تزيد في الطياب، تفوت في الطياب واحد شويه باش كتولي ليا بحال هكا. اللي غدا نحتاجها في التزيين ديال واحد النوع ديال الصابلي. ونتلاقى بكم ان شاء الله في المرحله التاليه، فخليكم معايا باذن الله. فغادا نوجدو غاناش بيستاش اللي غادا نفيني به الصابلي اللي بالكاكاو. خديت هنايا الشكلاط، اي نوع ديال الشكلاط ممكن انكم تخدموا به. نخلي لكم كل شيء مضبوط في صندوق الوصف، نخلي لكم القياس بالمكعبات وبالغرامات بالنسبه للاخوات اللي يخدموا بنوع من الشوكولاته اخر. فهنايا غنضيف 2 معالق صغار ديال ناباج، وغادا نضيف معلقه صغيره ديال الجليكوز. فاذا درتو نصف الكميه غديروا معلقه صغيره ديال الناباج ونص معلقه صغيره فقط ديال الجليكوز. فهذه معلقه كما كتلاحظوا عامره ديال الجليكوز. غنوضع هاد المكونات كاملين فوق النار في حمام مائي حتى كيتطلق ليا الشكلاط وتيذوب. هو في الاول غيبان لكم الشكلاط بحال اللي خسر، ولكن غادا نكملوا الخدمه لانه هكا الخدمه ديال هاد الكاناش هذا. لاحظوا معايا كيولي الشكلاط بحال هكا. غادا نوضع الكاناش، غادا نوضع عفوا النكهه ديال البيستاش، اي نكهه ممكن انكم تخدموا بها، الحامض، الفرomباز، الفاني، الكراميل، اللي بغيتو. فمني غتضيفوا النكهه تما غادا تقاد لنا هاد الكاناش هادي وغيولي السطح ديالها املس. فغادا نوضع كميه من البيستاش، تقريبا واحد نص معلقه صغيره ديال البيستاش صافي. وغندمج المكونات مزيان بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. وحصلت على واحد الكاناش اللي مطلوقه ومقاده بهذا الشكل هذا. غادا نوضع هاد الكاناش هادي في واحد الجيب ديال البلاستيك، وغادا ندوزو ان شاء الله المرحله التاليه باش نبداو نفينيو في الصابلي. فهنا كما كتلاحظوا معايا بديت كنوضع كميه من الكاناش بهذا الشكل هذا، يعني نديرو واحد الكميه شويه مهمه لان هاد الكاناش هذا راه ما كيسيحش. فهاد الصابلي هذا صراحه كيعجبني بزاف بزاف، وكيجي بنين بواحد الطبقات وبواحد النكهات اللي كنبداو ناكلو. في هاد الصابلي كنلقاو النكهه ديال البيستاش، الكاكاو، الكراميل، اللوز، الشكلاط، واحد المذاق رائع رائع جدا. فكنبدا نجمع في الصابلي كما كتلاحظوا معايا بهذه الصوره هذه، ونتلاقى بكم ان شاء الله في المرحله التاليه. فبالنسبه للتعليكه اللي وريتكم قبيله في الكاسرونه، راه هي هذه، غير هي هذه يعني سخنات باش ناخذ الكميه اللي نحتاج في الزلافه. وكما غتلاحظوا معايا نخلي لكم المراحل كامله ديال هذيك التعليكه وهي كتبرد حتى غتولي بالشكل اللي شفتوها فيه في الكاسرونه. ها نتوما يعني هي بدات كتبرد حتى كنحصل على هذيك الكثافه اللي غادا نخدم بها. لاحظوا معايا هانتوما كي ولات بدات كتقال وبدات كتبرد باش نتحكم اكثر في هاد التعليكه هذه. فهاد التعليكه هذه ضفت ليها النكهه ديال الكراميل، خليتها يعني تبقى في النكهه ديال الكراميل. صافي هنايا غادا نبدا نفيني بهذا الشكل هذا. لاحظتوا معايا راه ما خليتهاش بردات حتى ولات بحال اللي في الكاسرونه، راه هي نفسها. لانني خليتها بردات حتى ولات بحال اللي في الكاسرونه ما غاداش تساعدني نهائيا في الخدمه. اما هي راه هي هذيك، لانها ملي كتبرد لي هاد التعليكه دي وكتولي بحال اللي في التعليكه اللي شفتوا معايا في الكاسرونه، كنعاود نسخنها غير واحد شويه تطلق باش نتحكم فيها وكنرجع نكمل الخدمه. فكنبداو ناخذ كميه من التعليكه. لاحظوا معايا هي غدا وكتبرد صافي كندهن مزيان هاد الكراميل هادي، هذا عفوا بهذا الشكل. وغدا ناخذ اللوز وكنثبتو على هذه الطبقه ديال الكراميل وكنحط حدايا الصينيه. ومن بعد ما نكمل الكميه كامله ديال هذا الصابلي وكنثبتو اللوز بهذا الشكل هذا، غدا ناخذ الشكلاط كالا دائما هو اللي كنخدم به اسود، ندوبو في حمام مائي بدون اي اضافات. وكنبداو نغطسوا هذا الصابلي هذا حتى كنشوفوا اننا وصلنا للبلاصه فين كيبان البيستاش، يعني باش حتى داك
الصابلي كامل كيتفينا لنا مزيان وكنسوسو مزيان الفائض حتى كيبدا كيبان لينا اللوز، كيبانوا لنا الحبات ديال اللوز باش هذاك الصابلي يجي بهذيك الجماليه اللي لاحظتوا معايا في اول الفيديو. وكنسوسو كل ما سسنا الفائض ديال هاد الشكلاط هذا مزيان كنحصلوا على نتيجه مزيانه في الصابلي. فكنستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل الكميه كلها اللي عندي، ونتلاقى بكم ان شاء الله اخواتي في الشكل التالي ديال الصابلي، فخليكم معايا باذن الله. فبالنسبه للنوغه ديال الزريعه والنوغه ديال اللوز افيلي والزبيب كتجي بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. صافي دابا ملي كملت التوجه ديال النوغات كاملين غادي نجلس ان شاء الله نفيني الصابلي كامل. غندوزو ان شاء الله المرحله التاليه باش نصايبوا الصابلي ديال اللي طويل، فخليكم معايا باذن الله. فبالنسبه للكراميل غنخدموا في الصابلي ديال اللي طويل اللي سبق ونزلت معكم هذا الصابلي هذا جوج ديال المرات. غنخلي لكم ان شاء الله الرابط في صندوق الوصف تشوفوا الوصفه مدققه اكثر. هنايا درت 160 غرام ديال السكر الخشن، انا من بعد غنزيد في المكونات لانه عندي كميه كثيره. غنضرب المكونات من بعد في جوج. 160 غرام ديال السكر كنحطوها فوق النار حتى كتولي لنا على شكل كراميل. من بعد كنضيفوا 70 غرام ديال الزبده من الاصل الحيواني وكنسينوا على هذيك الزبده حتى كتذوب لينا مزيان. ومن بعد كنضيف 200 غرام ديال القشطه الطريه. ملي غتضيفوا القشطه الطريه بحال غيتحجر لكم شويه الخليط، ولكن غير بقاو تحركوه حتى كيذوب هذاك الكراميل كامل. وكنخليو هاد الكراميل هذا فوق النار حتى كيتقاد، ما كيبقاش لنا الكراميل خفيف، تيولي بهذا الشكل هذا كما غتلاحظوا معايا ان شاء الله. هانتوما يعني كيولي الكميه قليله وكيولي هذا الكراميل هذا ثقيل، ما كيبقاش خفيف. ونتلاقى بكم ان شاء الله في المرحله التاليه. هنايا حيدت الخليط من فوق النار تيولي بهذه الكثافه هذه، وغادي نضيف 250 غرام عفوا 350 غرام ديال المكسرات. هنايا عندي الاكاجو، عندي النوازيت، وعندي القرقاع. غنضيف من بعد اللوز افيلي باش كتعلك لينا. اللوز افيلي هو اللي كيجمع لنا هاد المكسرات هادو، مكيبقاوش لنا فيهم الكراميل سائل بزاف. كنتمنى اخواتي نكون شرحت مزيان، ولا ما كانت شي حاجه مشروحه مزيان خليوا لي ان شاء الله في التعاليق نجاوبكم عليها. كما كتلاحظوا معايا الا خليت المكسرات بحال هكا غيبقى عندي واحد الكميه كثيره ديال السائل ديال الكراميل. فمني غادا نضيف اللوز افيلي صافي ما كيبقاش هذاك السائل ديال الكراميل كتير بزاف وكتلم لينا المكسرات على بعضها. بالنسبه للعجين ديال الصابلي ديال اللي طويل، نفس العجين ديال الصابلي اللي خدمت معكم، ضفت ليه كميه من الكاكاو صافي. وكناخذوا لاطه ديال اللي طويل تنقلبوها وكنخدموا عليها الصابلي بهذا الشكل هذا باش كيجينا مقور بهذه الصوره هذه. فاي نوع ديال المكسرات ممكن انكم تخدموا به، اي نوع ديال المكسرات والفواكه الجافه ممكن انكم الفواكه المعسله ممكن انكم تضيفوها لهاد المكسرات هادو، فكيجيو غزالين بزاف. وكيجي هاد اللي طويل هادو كيجيو بنان بواحد الشكل كبير بزاف. لاحظوا معايا يعني ما بقاش لنا كيبان لنا السائل اولا الكراميل واضح في هاد المكسرات هادو. يعني تلموا باللوز افيلي اولا الكاوكاو افيلي، تبقى لكم الاختيار. يعني تنخدم حتى بالكاوكاو افيلي الا كانت عندي الطلبيه باغن الكاوكاو بلاصه اللوز. وتنبداو على بركه الله، تناخذ معلقه وتنوضع فيها كميه من المكسرات بهذه الصوره هذه كما كتلاحظوا معايا. تنكمل الكميه كلها. بغيتو تضيفوا قطع من الورق الذهبي او الورق الفضي الخاص بالحلويات فوق هاد اللي طويل هادو، فتبقى لكم الاختيار. فبمجرد اننا كنوضعوا هاد الكميه راه كتبت على الصابلي وكتبقى يعني بالشكل اللي وضعنا بهاد المكسرات هادو، ما تيطيحوش وما كيسيحش نهائيا الكراميل. فجوج ديال المرات كنت خدمت معاكم هاد الصابلي هذا بالعجين الابيض ديال الصابلي. هاد المره هذا خدمت بالعجين اللي ضايفه ليه الكاكاو، ايضا عطى واحد اللون غزال في الصابلي. ان شاء الله جربوهم بالصحه والراحه وينالوا اعجابكم. بالنسبه لثمن البيع ديال هاد الصابلي ديال اللي طويل فهو 160 درهم للكيلو على حسب الانواع ديال المكسرات اللي غتخدموا بها. ونكمل ان شاء الله الكميه اللي عندي ونتلاقى بكم ان شاء الله اخواتي في الشكل النهائي ديال هاد الطلبيه هذه، فخليكم معايا باذن الله. فتبقى اخواتي هذا هو الشكل النهائي ديال الطلبيه اللي شاركت معكم. كنعتذر منكم بزاف على الفينيسيون ديال الصابلي اللي بالمربع، والصابلي ديال الورده اللي بلا بات داموند، والصابلي ديال اللوز افيلي.
والزبيب ما شاركش معكم في نيتو لانه كان تمسح لي المقطع، فكنعتذر منكم بزاف بزاف. يعني كان كل صابلي بنكهه باش لصقته مختلفه. والبابيون درتهم ايضا بلا بات دامون، ضفت ليها النكهه ديال البيستاش. فكانوا 4 ديال البلاطوات، وكان طلبيه فيها ايضا 2 كيلو في 2 كيلو ديال الصابلي. فبالنسبه لثمن البيع ديال هذا الصابلي هذا فهو 150 درهم للكيلو، يعني الاشكال كاملين مخلطين. بالنسبه لهاد الكرتونه هذه فهي ديال 3 كيلو، ولكن يلاه جاتني في القياس ديال 2 كيلو، لان هاد الصابلي هذا اللي تيكون فيني بحال هكا تيكون خفيف في الميزان، ما تيكونش ثقيل. هذا هو علاش يعني الكرتونه ديال 3 كيلو يلاه هزت ليا 2 كيلو ديال الصابلي. ودائما التعليكه ما تقويوش منها بزاف، يعني غير واحد شويه باش كيبقى لنا الصابلي فيه القرمشه. الا كثرتوا التعليكه بزاف فالصابلي ملي غنجيو ناكلوه غنلقاوه كله معلك، يعني ديك التقرمشه ما غاداش تلقاوها. غير واحد الكميه قليله كتكون كافيه ان الصابلي تجمع لينا وما تسيحش اصلا ديك التعليكه، لانها تعليكه غزاله بزاف. وخا تصيفطوا الحلوى حتى البلاصه بعيده كيبقى الصابلي هو. فان شاء الله غنخلي لكم الروابط كاملين ديال الوصفات. الا ما كانت شي حاجه واضحه رجعوا ان شاء الله للرابط، ولا ما كانت شي حاجه واضحه حتى في الرابط خليوا لي غير تعليق، ان شاء الله نجاوبكم ونشرح لكم اي حاجه ما واضحاش مزيان. فشكر كبير لكم اخواتي بزاف بزاف على حسن المتابعه ديالكم، على تعليقكم زوينين اللي كتخليوا لي، على التشجيع ديالكم، على كلامكم الطيب. فشكرا شكرا لكم. ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو في راسكم بزاف بزاف، والى لقاء اخر في فيديو اخر، في فكره جديده، في وصفه جديده باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.